لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. خلقت الخلق بيدك وأنت تدبر الخلق بين السماء والأرض، وإليك يصعد الكلم الطيب. يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس سنا طلعتك، تخفي عن الناس سنا طلعتك وكل ما في الكون من قدرتك. إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وهادينا ومحررنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة ومحى الظلم والظلمات، وجاهد في الله وبالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه جل في علاه. فجزاك الله عنا خيرا يا سيدنا يا حبيبنا يا رسول الله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أحثكم على طاعته، أنهاكم عن مخالفة أمره، وأحذركم وإياي وبال عصيانه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن من النعم التي نجهلها أكثر من النعم التي نعلمها. وأريد أن أتكلم اليوم عن نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، هي أهون الموجودات وأعز المفقودات. إذا وجدت لا يلقى لها بال، وإذا فقدت كانت أعز من الطعام والشراب وأعز من الذهب الأحمر. إنها نعمة جعل الله منها كل شيء حي. إنها نعمة الماء التي إذا وجدت كانت أهون الأشياء في بيوتنا، وإذا فقدت كانت أعز الأشياء. وما فقد الناس شيئا بعد الإيمان بالله أعظم من فقدهم لنعمة الماء. وهذه النعمة التي جعل الله منها كل شيء حي، فلا حياة لإنسان ولا لزرع ولا لحيوان ولا لشجر ولا لثمر إلا بهذه النعمة العظيمة، نعمة الماء. وترى الناس أيها الناس إذا احتبست السماء عن الأرض لا يجدون ملجأ إلا إلى الله. وإننا نعيش أياما أيها الإخوة المؤمنون، أيام امتحان وأيام بلاء وأيام اختبار. وإن تأخر مطر السماء عن الأرض هو آية من آيات الله، وما يعقلها إلا العالمون أصحاب الفهم والذوق والتقوى. فإن انحباس المطر عن الأرض هو بلية يبتلي الله بها عباده. أيصبرون؟ أيستغفرون؟ أيتوبون؟ أيرجعون إلى الله؟ أم هم سامدون على ما هم عليه لا يغيرون
المقل، ولا تخشع منهم القلوب، ولا تذرف منهم الدموع. إن القحط وانحباس المطر عن الأرض هو انحباس لرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك لذلك. فقال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالمطر رحمة من الله، إذا نزل المطر من السماء فالله ينشر رحمته، وهو الولي الحميد الذي يتولى عباده، والذي يقبل الحمد من الحامدين والشكر من الشاكرين. وإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على المشركين وما دعا عليهم إلا تلك الدعوة قال: اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف، أي اجعلها قحطا ومحلا، فإن القحط بلية عظيمة ومصيبة كبيرة. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش كانت سنة مجدبة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في مثل هذه الأحوال. وإن القرآن العظيم من الله سبحانه وتعالى قد علمنا الهدي الإيماني، الهدي القرآني عندما ينحبس مطر السماء. ماذا نفعل؟ أول شيء هو أن نكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فوصيتي لكم أيها الناس أن تكثروا من الاستغفار في ليلكم ونهاركم، في جلوسكم ومشيكم، تعلمون نساءكم وأبناءكم بأن نستغفر الله وأن نجعل الاستغفار تعج به بيوتنا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الناس: التوبة إلى الله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من أراد الفوز والنجاح والتوفيق والهداية والرزق فعليه أن يتوب إلى الله، لأننا كلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين التوابون. فكن من خير الخطائين، فخير الخطائين الذين يرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله رب العالمين. ومن أعجب ما قرأت أيها الناس ما نقله كثير من المؤرخين عن القاضي المنذر بن سعيد الذي كان قاضيا في الدولة الأموية في الأندلس، وكان الخليفة هو عبد الرحمن الناصر، وأصابهم قحط لسنين متوالية. فأمر القاضي الخليفة أن يصدر أمرا بصلاة الاستسقاء. القاضي يأمر الخليفة، وهذا هو الحق والحقيقة. فالقاضي المسلم العادل هو أعلى سلطة في الإسلام. فأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر ووعد موعدا لصلاة الاستسقاء وجمع الناس، لكن القاضي تأخر. فكلما طلبه الناس لأجل إقامة صلاة الاستسقاء يقول: أمهلوني قليلا. فأرسل خادمه قال: انظر إلى الخليفة ماذا يفعل. فجاء إليه مسرعا قال له: يا سيدي، إني رأيت الخليفة عبد الرحمن الناصر قد افترش الأرض ويمرغ خديه في التراب ويقول باكيا: يا رب لا تعذب خلقك بذنبي. فقام القاضي المنذر بن سعيد وقال: يا غلام، ائتيني بالمطرية، وهو الرداء الذي يلبس عند المطر. قال: وما تفعل بها؟ وما في السماء غير
غيمة قال ائتيني بالمطرية، فإذا ذل جبار الأرض جاد جبار السماء. وخرج إلى صلاة الاستسقاء قال فلما عادت كان الناس يتيهون في الشوارع من كثرة المطر وقوة الرياح ونزول الخيرات من الله رب العالمين. التواضع لله سبب من أسباب نزول المطر، فالمتكبرون حجاب بيننا وبين رحمة الله. المتغطرسون الذي يتكبر ولا يرضيه أحد هذا حاجب ومانع بيننا وبين رحمة الله. وكم حدث مع الصحابة الكرام ومع النبي صلى الله عليه وسلم أحداث عظيمة في مثل هذه المواقف. ومن أعجب وأغرب ما قرأت أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في صلاة الاستسقاء. اسمعوا أيها الناس، حدث قحط في البادية وآمن أهل البادية، وجاء رسول من البادية بعد القحط حتى أن نساءهم الرضع التي ترضع أصبح يخرج بدل الحليب دما. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد أتيتك من قوم ليس لهم جمل يعق ولا صبي يصطبح، أي الجمال ما عادت تستطيع القيام من شدة الهزال والجوع، ولا غلام يصطبح، أنهم بكوا من كثرة الجوع حتى أصبح الأطفال بلا بكاء، لا يستطيعون البكاء من شدة الجوع. ثم قال أتيتك والعذراء تدمى لبانها، بدل اللبن يخرج منها الدم. أتيتك والعذراء تدمى لبانها وقد جهلت أم الرضيع عن الطفل، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين يفر الناس إلا إلى الرسل. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ رداءه يجره، بمعنى أنه مستعجل لدرجة أنه ما انتظر حتى يلبس رداءه، يجر رداءه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم رفع يديه وقال اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريعا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. يقول راوي الحديث فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى نحره حتى التقت السماء بالأرض، أصبح السماء متصلة بالأرض، وكأن كما وصف الله فالتقى الماء على أمر قد قدر من كثرة نزول المطر. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك بعد هذا البكاء، فقالوا له يا رسول الله وما الذي يضحكك؟ قال الله در أبي طالب عمه لو كان حيا لقرت عيناه بما رأيتم، أي بهذا المطر. فمن ينشدنا قول أبي طالب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر وما ينبغي له. فقام علي فقال يا رسول الله أو تعني قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل به يلوذ الهلاك من آل هاشم فهم في نعمة به وفواضل. يعني يصف أبو طالب رسول الله بأنه يستسقى الغمام بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله أجل. فيا إخوتي الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والتواضع لله هذه من أسباب نزول الغيث. قد يقول قائل إذا تكبر إنسان وعصى آخر فما ذنب الآخرين؟ الله حذرنا في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
فإن عذاب الله إذا جاء يأتي على الجميع، فادفعوا عذاب الله وادفعوا البلاء بالاستغفار والتوبة والتواضع والصدقة. وما منع أناس الزكاة إلا منع الله عنهم قطر السماء. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين التائبين أستغفر الله.